السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم عندي، مرحبا باللي دخلوا عندي غيسامون. الا تحبوا القناه عملوا جيم، كاين بزاف اللي يتفرجوا ما راهمش ابوني، الوغ ابونيفو سيل فو بلي، سي فو فولي بيان. مبروك عواشركم. شاركت معكم اليوم تأنتة تاع ماما الغنية عن التعريف اللي لا يعلى عليها. حنا نعملوها ماشي كما تاع ماما، الله يخليها لينا ويطول عمرها، الله يخليها علينا. حبيت نخليها سوفونير فلاشان. نبداو الوصفة على بركة الله. نصهدو السميد، نقليوه مليح مليح، نقليو السميد والسميد يكون مويا دو كاليتي سوبيريور باش تجينا تأنتة بنينة وهشيشة. هنا نقليو السميد في طاجين تقيل، مقلة تقيلة، ولا كاين اللي يقليوه في الكوكوط. هنا عملنا كمية كبيرة باش لينا والحباب والجيران هذه هي التأنتة تاع المولد. هنا نقليو السميد مليح مليح. هنا استعملنا الكوكوط ونقليو بالمعلقة تاع اللوح تاع الخشب. نجيبو نعبيه فيه مليح مليح حتى يولي بيان دوغي، وما نغفلوش عليه باش ما ينحرقش مع التحريك المستمر بلا ما نحبسو. هذه المرحله هي اللي تابط اليد. نبقاو نعبيو فيه ونجيبو حتى يولي بيان دوغي. هذا هو البلو ديفيسيل في تأنتة، ما نخش السميد ينحرق باش ما يجيش مر. شوفوا كيفاش يجي مصهد مليح. هنا استعملنا الطاجين ولا كوكوط. ماذا بينا كي نعملوا هاد الصوالح مع اللمه تاع العائله. هنا عملنا تاني استعملنا اللوز بيان غريي ومطحون شويه في الخشين، وزدنا له القرفه. هنا رحنا نوجدو فيه. شوفوا السميد كي نقلة تقلى بيان دوغي. نطيبوه مليح باش ما يقعدش خضر، باش ما يضرش. نزيدو فيه اون بانسي سال. الملح هو اللي يعزز هذاك لوغو تاع العسل واللوز. نخلطو مليح. وهنا حنا نوجدو عاود كميه واحده اخرى تاع السميد. ماذا بكم السميد يكون موايا، ماشي هذاك الرقيق بزاف وماشي الخشين. هذا السميد اللي نعملو به المقارب. ما كانش ما اسهل يا البنات، جربوا تأنتة، سي فريمون تري تري بون. راني عارفه بلي كاين بزاف منكم يعرفوا يقليو السميد، دونك سي تري فاسيل. نقليو في الطاجين والسميد يكون مويا. المويا هو اللي يجي للتأنتة. في المقله الثقيله هي اللي تجي لتقليت السميد، ولا الكوكوط اللي تكون ثقيله. نوجدو كم سويل حسنه، نقليو السميد ونوجدو الزبيده ولا السمن. كاين اللي يعملوا السمن وكاين اللي يعملوا المارغارين. هنا نعبروا 3 تاع 3 ميزور تاع السميد المقلي. فوالا، هنا هذه هي الثالثه. 3 ميزور تاع السميد مقلي، نعملوا معاها 1 ميزور تاع العسل، 1 ميزور تاع الإدام. يستعملوا يا الزبده الحره يا مارغارين يا السمن. فوالا كما راكم تشوفوا نعاودوا ندوبوا الزبده حتى كي ندوبوا عاده باش نعبروا. هنا حنا مستعملين الزبده الحره، جات ترو بون مانيفيك.
جربوها يا البنات في بيوتكم. تقدروا تعملوا كميات قليله، كميه قليله غير باش تذوقوا. وهنا حنا ندوبوا العسل ما نخليوهاش تتغلي، غير تذوب شويه معانا، نسخنوها فوق الغاز ونحطوها بجيه باش نعبروها. عندنا 3 ميزور تاع السميد المقلي، 1 ميزور تاع الزبده، 1 ميزور تاع العسل. ما كانش ما اسهل. وتزيدوا لها المكسرات يا اللوز ولا او ولا الجوز ولا الشي اللي يكون عندكم. هنا نعبروا العسل. حنا رفدنا لا ميزور شويه كبيره، عبرنا بالكاسرونه. تقدروا تعبروا بغرفيه ولا كاس. نعاودوا نفدوا لا كوكوت الكبيره وعملنا فيها لا ميزور تاع العسل ولا ميزور تاع الدهان. الزبده تكون مذابه، فوالا، حتى كي ندوبوا الزبده باش نعبروها ونحطوها في لا كوكوت. ولا كوكوت نعملوها على نار مهيله، ونزيدوا فوقها السميد والمكسرات ديالنا مع القرفه. فوالا، نحطوا لا كوكوت تاعنا فوق النار مع التحريك المستمر، ونزيدوا السميد اللي يكون تقلى. هذه تاع سي اون توري، الي ترو بون. مليحه الناس اللي عندهم لانيمي ولا اللي يكونوا عندهم يكونوا خصهم يسمنوا. الي فريمون انرجيتيك. هذه تاع هذه عملناها باللوز ما شاء الله. وبيان سور نحركوا. ما نخليوها، ما نغفلوش عليها باش ما تلصقناش وتنحرق. خصنا نحركوا فريمون تري بيان باش يدخل العسل مع الزبده والسميد. هذه مرحله شويه صعيبه، خص الجهد. نحركوا مليح ومن بعد نعملوها في السوانيه، تعملوها في الصينيه ولا تعملوها في لي مول اون سيليكون. نسويوها وهي سخونه، نعملوها في بحال بلاطو. هذه هي تأنتة اللي معتمده عندنا حنا في دارنا. احنا ما نعملوش تأنتة في الطباسه، نعملوها هكذا في الصينيه ونقصوها تجي كما البحلاوه. فوالا كما هو موضح في الفيديو. نابلاتيو بالمعلقه. ومن بعد كي تبرد تتقصص معنا فاسيلمون. انت ما تنتكلش سخونه، خاطر الضر ناكلوها وهي بارده. فوالا نرشوا عليها اللوز ونعملوا عليها حبات من الجوز. هذه هي تأنتة اللي نعملوها في دارنا. حبيت تبقى لنا سوفونير فلاشان، يعني مانيفيك. تري بون. جربوها يا البنات. وهنا نعلموا القرايد بان كوبات ولا خدمي. شلون نعلموا القطع، وإلا عوجنا نعاودو نسقدو ونحطو قرايد تاع الجوز. هذه هي تأنتة، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها في بيوتكم. يا محلى اللمه مع العائله، الله لا يحرم حتى مؤمن من اللمه والدريه يا ربي امين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساونيش بلي لايك تاعكم الا كنتوا اول مره تدخلوا القناه. ما تنساوش لايك وتفعيل الجرس كي يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعه. مبروك عواشركم وكل عام وانتم بخير. نبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.